طبعا انت سمعت عن اللعبة اللي هتقعد كل ألعاب المالتي بلاير في البيت، اللعبة اللي جت من العدم وغلبت باتل فيلد وكول اوف ديوتي، اللعبة اللي مفيش لا ستريمر ولا جيمر إلا وبيتكلم عنها اليومين دول، وهي لعبة ارك رايدرز. النهارده انا جاي علشان اقول لك مميزات اللعبة دي ايه، وليه فيديوهاتها عامله لك صداع وبتظهر لك بشكل مش طبيعي على السوشيال ميديا. معاك منتصر من جيمز ارك، لايك وشير وسبسكرايب ويلا بينا. قبل اي حاجة وباختصار شديد، لعبة ارك رايدرز هي لعبة مالتي بلاير اكستراكت شوتر، واللي بتحكي عن عالم متدمر سيطرت عليه الالات، والبشر بقوا عايشين تحت الارض، بيطلعوا ويجيبوا احتياجاتهم من على سطح الارض وينزلوا بسرعة قبل ما الالات دي تشوفهم او البشر اللي زيهم. خليني سريعا الخص لك اهم مميزات اللعبة دي في 5 نقاط تقريبا. اول حاجة، ودي اللي ناس كتير مش بتركز عليها في الالعاب الجماعية، وهي الجرافيك. اللعبة الجرافيك بتاعها ممتع الى ابعد الحدود، جيم بلاي بيحصل فيه مشاهد سينمائيه حرفيا فوق العظمه، وده الى جانب ان الخريطه متصممه حلو قوي بصريا. تاني حاجه وهي الجيم بلاي، وده ممكن نحتاج فيه شهور علشان نوصف قد ايه هو بيخليك مدمن للعبه، وخاصه لو بتلعب اونلاين مع صحابك. المشكله ان للوهله الاولى هتحس ان اللعبه مكرره وممله، بس فجاه هتلاقي نفسك قاعد قدامها بالساعات ومش عايز تقوم من عليها. الجيم بلاي بسيط وسهل، انت بتطلع من المخبأ بتاعك علشان تعمل لوتنج للماتيريال وترجع بيها تاني. الماتيريال دي بقى بيكون فيها حاجات مهمة جدا ومطلوبة منك، ومطلوب كمان انك تحافظ عليها، بس طبعا الروبوتات مش بتسيبك في حالك، ده غير غدر الصحاب وبقية اللعيبة اللي بيكونوا معاك في نفس الخريطة. تالت حاجة وهي الاي اي في اللعبة دي بجد مش طبيعي، ما شفتش لعبة عاملاه بالاتقان ده. تخيل ان الالات بتتطور وبتتعلم ازاي تهاجمك حتى لو مستخبي. تخيل انك لو نطيت على ظهر روبوت مش هيسيبك على ظهره كده زي اللعبة، هيقعد يلف حوالينه ويدور ويعمل فلاب علشان يوقعك من عليه. بجد شيء مبهر جدا. رابع حاجة وهي الفيزيكس اللي في اللعبة. تخيل ان لعبة مالتي بلاير فيها فيزيكس احلى من العاب كتير كان المفروض ان هي تكون كبيرة. خامس حاجة ودي اللي سبتها للاخر، هي المالتي بلاير بتاع اللعبة. وقبل ما اتكلم عن مميزاته فهو فيه عيب واحد بس، وهو ان اللعبة ما بتسمحلكش تدخل في تيم اكتر من 3 لاعبين، واتمنى يزودوا العدد ده قريب. ولكن تعال نتكلم عن المميزات. اللعبة دي اتعرفت في وسط الجيمرز بلعبة الغدارين. اي حد ممكن يبيعك في ثانية حتى لو صاحبك علشان ياخد اللوت بتاعك. لعبة ما فيهاش حد سالك، وده دايما اللي قصص نهاية العالم بتحاول توصله لك، ان الخوف الحقيقي بيكون من البشر مش من التهديد الحقيقي اللي بيضرب الارض. واللعبة دي عملته بصياعة كده جامدة جدا بصراحة وعجباني قوي. اخر الفيديو نصيحة مني، لو لسه ما لعبتش اللعبة العبها ضروري، هتلاقي نفسك ادمنتها بشكل غريب وهتعدي بلحظات انتصار